السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلني هذا السؤال مهم جدا، من أهم الأسئلة التي سئلت حتى الآن. هذا السؤال سبحان الله، ولكن يأتي الجواب من عند الله. جاوبوني من فضلكم، هل كل ما أقول كلمة أستغفر الله يمحو الله سبحانه لي ذنب؟ يعني إذا قلت أستغفر الله 100 مرة يمحو لي الله سبحانه 100 ذنب؟ والله سؤال وجيه جميل، من أجمل الأسئلة. علينا إن شاء الله أن نتعلم سبحان الله. هذا السؤال، شوف الساعة كم هي الساعة الآن هنا؟ الساعة 11:28 دقيقة. بدي أفرجيك إشي كيف. نعم، سأريك شيء. طلع. السلام عليكم ورحمة الله. هذه الرسالة الآن وصلتني، الرسالة الآن الساعة 11، أنا وصلتني الآن، نقلتها، يعني فقط سمعتها وأنا قيد إعداد هذا الدرس إن شاء الله. أنا كنت محضر جواب من خلال هذا الدرس. نعم. رحلتي مع الاستغفار بسورة البقرة، وكيف نجاني الله من بعد عسر دام سنوات طويلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني أنا عهدت نفسي إني ما أنزل عن 12,000 استغفار في اليوم، والعينين على 30,000. سؤال وجيه، هل كل ذنب يحتاج إلى استغفار واحد؟ يعني إذا أنا قلت أستغفر الله 1000 مرة معناها أن الله غفر لي 1000 ذنب، أم هناك ذنوب تحتاج إلى سنين طويلة جدا من الاستغفار؟ سنين طويلة جدا من الاستغفار. شو رأيك؟ شو قولك؟ شو بتفكر؟ ما هو الذنب الذي اقترفه سيدنا يونس؟ ما هو الذنب؟ الله بعثه لقومه ليدعوهم إلى الله، دعاهم ليلا نهارا، دعاهم ولكنهم لن يسمعوا لهم، فيأس منهم وتركهم. يأس منهم وتركهم، ذنب تركهم. ماذا فعل الله به؟ على هذا الترك ذنب. الله أمره بأمر ولكنه ترك، هو أقام، هو دعا ودعا 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 حتى يأس منهم. نعم، فماذا فعل الله جل في علاه؟ القصة معروفة، التقمه الحوت. سؤال، كم التقمه الحوت؟ كم من الوقت على هذا الذنب؟ خلينا نشوف. نعم، انت ممكن تصور الشاشة، لاني انا سألت، واما ما سألت عنه من مدة لبثه في بطن الحوت وطعامه وشرابه ونحو ذلك من حركاته، فلم نقف على خبر من كتابه والسنة به فيما اطلعنا عليه، غير ما ذكره ابن كثير ذكر في تفسيره عن مدة لبثه في بطن الحوت، يعني سيدنا يونس، عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال: مكث في بطن الحوت 40 يوما، رواه ابن جرير. وقال البغوي في تفسيره: فمكث فيه 40 من بين يوم وليلة. مكث 40 يوم سيدنا يونس على هذه الفعلة. وماذا قال الله عنه؟ لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فما نجاه إلا استغفاره ودعاء الذي دعا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما دعا بهذا الدعاء مسلم إلا استجاب الله له. وهذه دعوة ذنون. فهذا الدعاء أو هذا فيه الاستغفار وفيه التوحيد، فإحنا مناش نفوت على تفسير لكنه كان يستغفر 40 يوما وهو يستغفر حتى أدركته رحمة الله. نأخذ مقطع آخر. كم بقي سيدنا آدم بحث عن حواء بعد أن نزل من السماء، بعد أن نزل من الجنة. يقول بعض كتاب التراث إن آدم ظل يبحث عن حواء 40 سنة كاملة حتى أدركته رحمة الله، ووجدها هناك في عرفات كما يحكي ابن الأثير. لذا كان من الطبيعي أن يوصف عرفات بجبل الرحمة. نعم. وقد ورد في الأثر إنه عندما أهبط سيدنا آدم أو أبونا آدم من الجنة إلى الأرض، بقى يبكي الله، يعني يدعو الله ويبكي حتى يجعل له بيت يطوف به. يقال 400 عام، 400 عام. تكفينا قصة سيدنا يونس.
التقمه الحوت على ذنب. نعم. إبليس طرد من رحمة الله على ذنب. نعم. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. نعم. إحنا كم نسيء الأدب إلى الله، كم نسيء الأدب إلى الله. فمعنا قصص هناك يا جماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ، وأمسك الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لسانه، أمسكه هكذا وقال: يا معاذ أمسك عليك هذا. قالوا: يا رب أو نؤاخذ؟ قال: يا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوهها إلا حصاد ألسنتها. إن أحدكم، ويقول مصطفى موقع آخر: إن أحدكم لا يتكلم الكلمة، كلمة لا يلقي لها بال، تهوي به من سخط الله في نار جهنم، أو في نار جهنم 70 خريف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تزوج أحد أمهات المؤمنين، فقالت عنها ستنا عائشة، أم المؤمنين ستنا عائشة، قالت: يا رسول الله لكنها قصيرة. قصيرة. قال: والله يا عائشة لو مزجتيها بماء البحر لمزجته. قصيرة. ولا قالت ولا أي كلمة يعني فضة غليظة، فقط قصيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جماعة عشان نعرف، في هناك الناس بتقول لا زلت أموري معطلة. لما تفلتنا واقترفنا الذنوب، وكلما عرفنا أكثر واقترفنا الذنوب أكثر، كان العقاب أكبر بكثير. يعني المصلي الذي اقترف ذنب وأخذ مثلا معه قرض ربوي، لربما ذنبه أكبر بكثير من غير مصلي الذي لم يفتح كتاب الله ولم يقرأ إن الربا حرام. نعم، إن الله سيحاربنا به. معنا قصة هي طويلة بكلمة، ومعنا قصة لأخ رابع بالمرابع. وأنا قلت لكم سنين والله يا جماعة سديت كل ديني إلا الله أبى أن أسد البنك يعني القروض، الفيزا وهاي الأمور. أبى سنين، قلت لكم قد سديت قبل 2 3، لكن كل الدين اللي ماضي كله انقضى قبل 8 سنوات، كله انقضى قبل 8 سنوات إلا هذا، وهو ذا كالخنجر في الخاصرة. يعني بيعطلوا حياتك في هذا الأمر. على كل حال إخوتي الكرام، الأمر جلل، الذنوب أمر جلل. عشان هيك الله جل في علاه يقول بآية الاستغفار: ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا لا تعظم الله وتقترف هذه الذنوب ولا تستغفر وتلزم الاستغفار مع كل هذه الوعود؟ شوف ماذا عطل عليك الله بذنوبك. يقول المصطفى صلوات ربي عليه: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. معناها الذنوب جعلتنا نعيش في ضيق. معناها الذنوب جعلتنا نعيش في ضيق. ومن كل هم فرجا. معناها جعلتنا نعيش في ضيق وهم. ورزقه، والرزق تعطل. نعم، الرزق تعطل والهم ركبنا والضيق التف من حولنا. أي حياة هذه بهذه الذنوب؟ نعم، الله جل في علاه يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لعظيم شأن الاستغفار حرك الله لك السحاب، لأنه إذا لقيت الله وهذه الذنوب لابستك راحت عليك. مسكين أنت من حطب جهنم. لكن من رحمة الله أن ألهمك الاستغفار، من رحمة الله أن عطل عليك كل شيء حتى تلزم الاستغفار، لأنه إن بقي عليك من الذنوب التي ستهلكك فهذا يعني ليس من رحمة الله. فالله أطبق عليك كل شيء عشان تجلس، عشان لا تصل إلى حديث المفلس الذي صلى وصام وحج وزكى وعمل من الأعمال ما عمل، ثم سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا ففانت حسناته فاقترحه الله بالنار. وذاك تلك بديئة اللسان التي كانت تؤذي جيرانها في لسانها. قالوا: يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانه في لسانها. قال: لا خير فيها فهي في النار. انتوا يا جماعة فاهمين شو بتحكوا؟ يعني انت لما تتكلم ومجالس الغيبة والنميمة انتوا من أهل النار. انتوا عمالين تطحنوا فلان وفلان وتسبوا فلان وفلان
وتتكلموا بالليل والنهار، كيف بدها تتعطل حياتكم؟ كيف بدكم تتشردوا واولادنا تموت في البحار؟ كيف؟ ما انت مش معظم الله، ما انت مش عامل حساب انه في الله حتى، مش عامل، فهموك الذنب غلط. اذا سيدنا يونس مكث في بطن الحوت 40 يوم، واذا سيدنا ادم ابونا ادم 40 سنه يبحث عن حواء، عن امنا حواء. واذا لم يحضرني الان، كانوا السلف الصالح يقولوا كنا نعد على انفسنا 10 ذنوب، 10 مش 1000 مليون، وكنا نستغفر لكل ذنب 100,000 مرة. فأخي الكريم الذنوب تتفاوت، مش كل ذنب بده استغفار واحد، في ذنوب تحتاج 10 سنين من الاستغفار، استغفار دؤوب مستغفر كل الوقت، لن ينحل لك أمر حتى تستغفر هذه السنين. وهناك لا تيأس، رحمة الله واسعة، الله سيفتح عليك، لكن هذا الذنب لربما أنت مريض بسببه، ولا يزال البلاء في المؤمن حتى يلقى الله وليس عليه شيء. فإذا كان في تقصير في أمور أنت ما فعلتها، لربما المرض الذي أصابك هو من باب التطهير. نعم، لربما قلة المال، قلة الحيلة، الأولاد، هكذا، لكن إذا لزمنا الاستغفار وأكثرنا، نعم، هذا هو بيت القصيد. ليس كل الذنوب متساوية، ليست كل الذنوب متساوية. قد أؤخر صلاة، هذا ذنب. نعم، قد لا أذهب لصلاة جمعة، هذا ذنب يوما ما مثلا. قد يكون فاتني صيام يوم، هذا ذنب. قد يكون سمي ما تشاء بيننا وبين الله. فالذنوب الله بيقدرها كم تحتاج. عشان هيك احنا بنقول نحن نتفاوت. إذا أنت إنسان مرابي، اسمع مليح، زاني، قاطع للرحم، و شو بدي أقول لك، زاني، مرابي، قاطع لرحمك، وفلان يعني فقط يتأخر قليلا على الصلاة، ممكن بتفوتوا صلاة فجر، ممكن، خلينا نقول على سبيل المثال، هل يستوي يعني فلان وفلان؟ لا يستووا أخي الكريم، لا يستووا. هذا إذا استقام أمره إلى الله وتاب إلى الله وبدأ صلاته في وقتها، قد الاستغفار، وسيد الاستغفار يمحو له كل شيء. لكن هنا حقوق أخي الكريم، وأنت الله وعدك بالحرب، فأذنوا بحرب من الله. نعم، الله يحارب بدفع ثمن باهظ على هذا القرض الربوي، عشان أنت في درهم. عشان هيك عظم الله جل في علاه الربا، وقال الرسول عليه السلام لدرهم ربا. الربا إن كان درهم ولا 100,000 درهم هو ربا. لا، الزنا يعني إذا واحد زنا مرة واحدة ولا 100,000 مرة، ما هو زنا. فهمتها؟ يعني أنا بدي أخذ فقط $1,000 ولا أخذ 100,000 دولار، أنت مرابي، انتهى موضوعك، أنت فت على الربا، انتهى موضوعك، أنت فت على حرب مع الله. ما فيش فرق بين $1 و100,000. وصلت؟ فأنت فت في الجزئية التي سيحاربك الله فيها. نعم. ولا درهم ربا أكبر عند الله من 36 زنية، أو من أن يأتي أحدكم أمه تحت ستار الكعبة. شوف عظمة الأمر. ونحن يلا بدي أطلع رحلة، أنا علي رحلة، بمضي، يلا باخذ قرض $2,000، بطلع على تركيا، بطلع وين بدي، بشم الهواء وبنبسط وبروح وجميل. نعم، انتهى هذا الفصل وبدأ فصل جديد، تدفيع الأثمان. الأمور بدأت تزداد ثقل عليك، بدأت الأمور تزداد هم، بدأت الأمور تزداد ضيق، بدأت الأمور تزداد، خلص انت فوت على الحرب مع الله. والعياذ بالله، كيف سيفعل الله بالقاتل؟ لا إله إلا الله، القاتل الذي قتل النفس، إذا بالربا هكذا سيفعل الله به. فأخوتي الكرام، الذنوب ليست مثل بعضها البعض. أنا هنا بدي أوقف، ونحن إن شاء الله إذا ألهمك الاستغفار قل الحمد لله. ومتى يرفع الله عنك؟ يرفع الله عنك، مش رايح تصير أنت ملاك الطير بجناحين، لكن الله يرفع عنك تدريجيا. الله يريد أن يرى منك التصديق، الثبات. في كثير ناس تأخذهم لحظة، في كثير ناس تبدأ بهمة عالية ثم يعني تنزل هذه الهمة. أنا بديش أطول في الموضوع، لكن الذنوب تتفاوت، وعلينا أن نلزم الاستغفار. وكل أغلب وعود عطاء الله هي في الاستغفار. ليش؟ لأنه الذنب عطل كل شيء. الذنوب عطلت لأنك أنت تقل الأدب إلى الله. اقضي ما تشاء يا الله، امنع ما تشاء، أنا هذا ما بيهمني.
فهمت شو صار مع يونس عليه السلام؟ فهمت شو صار مع ابونا ادم؟ فهمت شو صار مع حواء؟ فهمت شو صار مع الناس؟ لسه بتسمع قصص سنين، اثمان باهظه يدفع الله اثمان ودفعنا اثمان، تيه سنين مع الربا هذا. نعم، بنيت تجارتي اصلا على الربا. نعم، ما كان معي راس مال منذ البدايه، ما كنت اعرف انه هالقد سيكون الامر. يعني حتى الله يضخم ويضخم ويضخم الربا، يعني حتى يكبر ولا تستطيع سداده. سبحان الله، بالترتيب القرآن في سورة البقرة يتكلم الله عن الصدقات والله يربي الصدقات، ثم ينتقل إلى الربا، انتهوا من الربا وإذ لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله. والفصل الثالث يعني الترتيب، نعم، الصفحة قبل الأخيرة في سورة البقرة هي آية الدين، والتي قبلها آية الربا، ولا قبلها الكلام كان عن الصدقات. فكلام الله جل في علاه في الصفحة الرابعة قبل الأخيرة يتكلم الله جل في علاه عن الصدقات وماذا تفعل الصدقات وكيف يربي الله الصدقات، ثم انتقل وتكلم عن الربا وحذرك من الربا لأنه سيحاربك فيها. فإذا أنت بدك تحل أي مشكلة تصدق. نعم، والذين ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الله أكبر، يعني أنا معيش أتصدق، نعم تصدق، ما كاش تصدق بيعطيك. مفهوم؟ فالصدقات، ثم أجت آية الربا وحرم الله الربا. نعم، وسيحارب الله المرابي. ثم آية الدين، يعني أعد حالك إذا أخذت الربا إلى أكبر فصل في حياتك. أطول آية في كتاب الله هي آية الدين، وفيها ستلقى نفسك سنين طويلة تتقلب بسبب هذا الربا. نسمع القصص إخوتي الكرام. دير بالك لا تتهاون مع الذنوب، لا تتهاون مع الذنوب. لا تظن، الله جل في علاه بيقول لك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى الله، وأنيبوا، توب وارجع إلى الله. فالله سيلهمك الاستغفار، والله سيأخذ بيدك وحده. الله قريب مجيب، لكن الله في سنن لا يحابي بها أحد. التعظيم واجب علينا. نعم، إنما يتقبل الله من المتقين. التقي الذي يخاف الله، التقي الذي يعني يخاف. يا جماعة بدك تخاف الله، مش تخاف الله تقولها كلمة، تخاف الله. يا جماعة الواحد يخاف الله. بتعرف شو يعني يخاف الله؟ تخاف الله بكلامك، في معاملتك، تخاف الله انك انت تسيء الى دين الله، لانك انت اسمك محمد تقترف الذنوب. اذا لم تكن مرآة لدين الله ما لك شيء عند الله. لازم تكون انت على خلق عظيم، لازم تخاف الله. انت الله اوجدك مسلم، فاتق الله يا اخي. انت سبب في هذا الحروب التي نحن فيها. لو دليت الناس على الخير ما خضنا هذه الحروب. لو دليت الغير المسلمين على الخير وعلى الدين وكنت مرآة لدين الله باخلاقك لاعتنقوا الاسلام. لكنك انت بفكروك انت الدين واخلاقك الدين، هذه الاخلاق السيئه. عشان هيك احنا الله يعذبنا عذابا شديد ونحن لا ندري، نظن انها هكذا هي الحياه. فهمونا اننا تحت البلاء. لا يا اخي، انت مش تحت بلاء، انت تحت العقاب الرباني، وكانه يصب عليك صبا يعني فانت مرات بتنظر الى موقع معين من دولة معينه لانه هو يعد من اهل الدين لكنه يشرك بالله بالليل والنهار، فالنار تنصب عليه اكثر منك، لانه لازم يعرف ان الله هو الذي يدير هذا الكون. والله يعني اليوم كنا في المسجد وشاب ضرير، يعني انا من غزه وكل هذا الكلام، ودخلت قبل الحرب وكذا، بده يتصدقه، يعني هو ضل يتكلم. قلت له اخي الكريم، تعرف تتكلم هذا الكلام لله في جوف الليل؟ تعرف تتكلم هذا الكلام كل الذي اشكوه لله بدل ما تشكوه لهذه الناس. يا جماعه الله يريدك ان تنتبه تلتفت اليه، مش تضلك تسال الناس. الله ما خلقك شحاد ولا خلاك جعلك تمد يدك. هذا الذي انا بدي اوصله. انا بدي اوصله ان الرساله اذا انت تبت الى الله وعبدت الله كما يحب الله ويرضى وخفت من الله، راس الحكمه مخافه الله ومعرفه الله، تخاف الله، لانه الله لا يتقبل الا من المتقين. الله لا يتقبل من الهبل، من اللي عامل حاله المرائي، لا يتقبل من هذه الناس. الله لا يتقبل الا من يعني يخشاه، مش بيمثل، مش اذا مع الله الباطن والظاهر نفس الشيء. يعني اذا خالف في محارم الله بالعكس خليته افضل من ظاهره. اذا خلى بنفسه بينه وبين الله راى الله منه كل الخير اكثر مما تراه الناس. هذا هو يا اخي
مش بقى الناس ما فيش حدا حوالي، يلا افلام ساقطه وغيبه وكلام واباحيات وحدث ولا حرج. نعم، بدك تعظيم اخي الكريم، احنا مش ملائكه، ولكن بدك تعظيم. بدك لما تقترف الذنب يعني تجلس تستغفر عليه. يقول لك كنا نعد على انفسنا 10 ذنوب نستغفر لكل ذنب 100,000. وانت شو بدك تستغفر؟ انت مفكر حالك انت مدمر الدنيا وفكرك مستغفر كثير؟ انت ثبت ولم يثبت، فليتقوا الله ثبت ولم يثبت، فليخافوا الله، فليرجعوا ويبحثوا لماذا يونس عليه السلام لبث في بطن الحوت 40 يوم ولو لبث ساعة. لماذا لبث هذه الساعة نبي الله إلى هذه الحد أنه يلتقمه هود؟ الله جل في علاه يعني عاتب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عاتبه عندما جاءه الأعمى. نعم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عاتبه الله جل في علاه. يعني فالله جل في علاه في سنن لا تحابي أحد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. منتوب. نعم، هناك في أدوات اسمها الاستغفار وسورة البقرة. هذه الأدوات لا يمكن أن نصل إلى رضا نرضي الله بدونها. هناك أذكار الصباح والمساء لا نستطيع أن نصل إلى مرضاة الله بقراءة القرآن لوحده، لا ولا وألف مليون لا. مع إن حفظ كتاب الله سقطوا عنا، إحنا كنا ما اخترقنا أي عبادي حتى نتقرب إلى الله حتى يرفع عنا ما نحن فيه، ما نفعت. فالكلام مش تنظير، مش الكلام انك انت تتعلم العلم ويصير حلقات دراسك بالعلم كجوجل اكبر من هذا الراس عذرا يعني، ثم بالاخر فقط كلام كلام كلام. وامي في ذيل الامم، والناس مديوني، والناس مكروبي، والناس مهمومي، ولكن عندما لزم الاستغفار غير الله وبدل، غير احوالهم واعطاهم. نسمع القصه عشان ما قصتين ان شاء الله. القصه ستنتهي على الفيسبوك اخوتي، في جروب، في عندنا قنوات للقصص على التعليق الاول. قصص المستغفرين يدلوا بأصواتهم. نعم، قصص للمستغفرين عندي قصص كثيرة والله الحمد لله رب العالمين بأصواتهم، وقصص دونت على التعليق وتنزل على جروب القصص على التليجرام. انشروها بين الأهل والأحباب يا عمي الأمر خطير جدا. هذه الذنوب حالت بينك وبين قرآن، وحالت بينك وبين الصلاة، يعني اختمار الصلاة واختمار القرآن واختمار الدعاء. لا يسألك دعاء وأنت مذنب، بدك تتوب وتقبل على الله. وعلامة المغفرة إن شاء الله المطر، والأمر يعني عطاء الله يعني تدريجي مش مرة واحدة. الله يعني أنت ما بتعطي ابنك الصغير بتحط له علبة شوكولاتة الخد يقول له يلا يا بكل. لا، ليش تدريج في ترباية. نعم. ننهي هنا إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.